ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو مختلف، فيديو مش لاي حد، فيديو لعشاق العذاب، لعشاق جلد الذات، لعشاق انك تموت 300 مره وترجع تكمل بعدها عادي مفيش مشكله. النهارده هنتكلم عن واحده من اصعب واجمد اللعب اللي نزلت في الجيل الحالي، هي لعبه اسمها سيكرو شادوز دايس توايس. اللعبه دي اللي خلتك تكسر الدراعات وترميها في الحيطه، ونرجع في قرار دخولنا عالم الجيمنج بسبب صعوبتها. علشان ما نطولش عليكم خلينا نخش في القصه على طول. اللعبه بتحطك في دور الشنوبي المحترف اسمه سيكرو، ودي معناها الذئب ذو الذراع الواحد. المهم ان انت تتكلف بحمايه طفل لكن الدنيا عمرها ما كانت سالكه يا صديقي، وانت بتحاول تروح ترجعه ولكنك بتقابل ببوس فايت من اصعب ما يكون، وبتقابله في اول اللعبه وانت لسه مش فاهم حاجه. يا ليل الغبرة تعالى يا ابن الخبرة. فبيقطع لك دراعك حرفيا. تبدا رحله الانتقام اللي مش هتكون سهله ابدا. القصه بسيطه في ظاهرها، بس لو ركزت شويه هتلاقي مليانه معاني كتير، معاني عن الشرف والولاء والتضحيه. يعني مش بس لعبه بتضرب فيها وخلاص، لا دي حكايه بتعيشها لحظه بلحظه. وده بياخدنا لاسلوب اللعب، اسلوب اللعب اللي بيقول لك ركز او تموت. النظام الاساسي في اللعبه هو البيرنج او التصديات، اللي هو لازم تصد الضربه في التوقيت الصح، مش قبلها ولا بعدها. يعني كل عدو تقريبا ممكن يقتلك بضربه او باتنين. تعالى يا ابن الخبرة. ده انت مره بنت هليكوبتر. لو قعدت سلة كان زمانك مرمطك دلوقتي. ميتين امك على ميتين ام اللعبة. بس بصراحة هو ده الحلو في اللعبة بتعلمك انك تفشل وتتعلم وتجرب تاني وتالت، وفي كل مرة بتبقى اقوى واسرع وادق من المرة اللي قبلها. مش بس كده، انت اول ما تهزم الزعيم اللي انت كنت فاكر انه مستحيل، ده انت بتحس انه على غير ان في طرف الصناعي بيركبوا لك راجل كبير مكان دراعك اللي اتقطع، والدراع ده بتعرف تستعمله كسلاح او كدرع. غير نظام الستيلز اللي بتخليك تتسلل وتنهي معاركك بدون اي مجهود، غير عالمها المفتوح الجميل والجرافيك الفشيخ والعالم المستوحى من اليابان القديمه. يعني بالمختصر المفيد ان لو في لعبه بتقول لك ان هي مش مجرد لعبه، فهي اللعبه دي. في ناس بطلتها من اول ساعه او من اول بوس فايت مثلا، وفي ناس كملوا وعدوا كل الزمان. بس الفرق الوحيد اللي ما بينهم ان دول استسلموا ودول لا. وبس كده، في النهايه سيكرو مش مجرد لعبه، ده اختبار حقيقي لمهاراتك كلاعب ولاعصابك كانسان. وبس كده، قولوا لي في الكومنتات كم مره متوا من اول الزعيم، ولو حبيتوا الحلقه دي دوسوا لايك وسبسكرايب ونعمل فيديوهات من النوعيه ديت اكتر. ولو حبيتوا نتكلم اكتر عن اللعبه دي بحيث ان احنا نحكي القصه بتفاصيلها ونحكي قصص الزعماء والشخصيات اللي فيها، اكتبوا لنا برضه في التعليقات. بس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.